اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من الكوره فين يا سعودي. وهنتكلم عن مباراة النصر والفتح في الجولة 28 من الدوري. آخر مباراة كانت بين الفتح والنصر كانت في الجولة 15 وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. النصر والفتح لعبوا مع بعض 19 مباراة، 11 فوز للنصر، 2 للفتح و6 تعادل. بداية الشوط الأول بهجوم وضغط منظم جدا لفريق النصر. رائعة جدا للغنام عرضية لكن ضربة جزاء للنصر عن طريق جوليانو يتصدى ليها حمد الله، لكن لسوء حظه تخبط في العارضة وتخرج بره. رزاق حمد الله يدر الكرة إلى خارج أرضية الملعب وحالة النصر بيهاجم بكل خطوطه عن طريق الأطراف، عن طريق غنام وعن طريق موسى وعن طريق بطرس. كل فريق النصر بيهجم وهجوم منظم كمان. الكرة الماضية أحمد موسى ياخذ كرة في الجهة اليسار. أحمد الله وصل لمنطقة الجزاء، طالت الكرة من حمد عبد الرزاق وحمد الله يسدد، وفي جملة منظمة من بطرس لموسى للشهري لحمد الله عشان حمد الله يحرز الهدف الأول في الدقيقة 27. موسى وصل لعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، الشهري لعبد الرزاق، حمد الله إلى هدف أول لصالح النصر. العالمي عامل شوط أول جميل. أحمد موسى يعود للتهديف ويحرز الهدف الثاني. من عبد الرزاق لأحمد موسى، أحمد يحاول وموسى سجل هدف ثاني. النصر قدم شوط أول هجومي بحت عن طريق الأطراف وعن طريق العمق كمان. خطورة أحمد موسى بتبان أكتر لما بيبدأ يتحرك وبيبقى فيه تبديل مراكز بينه وبين الشهري. الإحباط واليأس سيطر على لاعبين الفتح. دليل على كده الجول الثالث لجوليانو. ملخص الشوط الأول: النصر ظهر بشكل مختلف وعنده رغبة قوية جدا في الثلاث نقاط، استسلام لاعبي الفتح نهائيا. في الشوط الثاني حاول فتحي الجبال مدير الفني للفتح ان هو يعمل تغييرات لانقاذ ما يمكن انقاذه، لكن التغييرات دي ما عملتش اي نتيجه ايجابيه مع الفتح. النصر مازال ضاغط، مازال بيكثف هجومه، مازال منظم جدا، وعن طريق هجمه استغلها احمد موسى لحمد الله عشان حمد الله يحرز الهدف الرابع. وصل احمد مع الكره ملعوبه الى عبد الرزاق، 4. من وجهة نظري ان فيتوريا ادار المباراة بامتياز. النصر ما اكتفاش باربع اهداف، النصر حط الجول الخامس عن طريق احمد موسى في الدقيقة 77. عرضية الى منطقة الجزاء الى عبد الرزاق. هذه المباراة هي عقد الوفاق. من وجهة نظري ان النصر حقق مكاسب كبيرة جدا في المباراة دي. رقم 1 ارتفاع معنويات اللاعبين بالخمس اهداف اللي جابوهم. 2 عودة احمد موسى للتهديف وده مهم جدا لمساندة النصر الفترة اللي جاية. 3 عبد الله الخيبري ظهر بمستوى متميز، واعتقد ان اللاعب ده هيبقى ليه مستقبل كويس جدا مع النصر. النصر في الدوري باقي ليه جولتين، مباراة امام الحزم ومباراة امام الباطن. اما الهلال المنافس القوي للنصر باقي ليه 3 جولات، التعاون والاتفاق والشباب. على الورق كده جولات النصر ممكن تكون اسهل من جولات الهلال، خصوصا ان حاله لاعبين الهلال النفسيه ممكن تكون متاثره جدا من الفتره اللي فاتت، لكن الكوره دايما بيحصل فيها مفاجآت وما تعرفش الكلام ده. هسيبكم انتوا تتوقعوا مين يقدر يحرز بطوله الدوري. في نهايه حلقتنا يا رب نكون اسعدناكم، وما تنسوش سبسكرايب ولايك وشير، واشوفوا وشكم بألف خير.